علمت جريدة هيسبريس الإلكترونية من مصدر موريتاني مطلع أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية قصفت ليلة الثلاثاء الأربعاء سيارتين تابعتين لمنقبين موريتانيين عن الذهب، دخلتا إلى المنطقة العازلة في الصحراء على بعد 55 كيلومتراً من مقاطعة فديرك الموريتانية الواقعة في ولاية تيرزمور الحدودية. وأفاد لمصدر الذي تحدث إلى هيسبريس بأن القصف لم يسفر عن أي ضحايا، مشيراً إلى أن المنقبين الموريتانيين اللذين كانوا على متن السيارتين اللتين اخترقتا الحدود فروا منهما بعد سماع صوت المسيرة التابعة للجيش المغربي. ويشكل موضوع اختراق الحدود المغربية الموريتانية من قبل المنقبين الموريتانيين هاجساً كبيراً بالنسبة لنقابات التعدين الأهلي وكذلك السلطات في هذا البلد المغاربي. فقد سبق لهيسبريس أن علمت من مصادر نقابية موريتانية أن نقابات قطاع التعدين تستعد لعقد اجتماع مع السلطات من أجل تدارس إقرار عقوبات زجرية رادعة في حق المنقبين الذين يتجاوزون الحدود. سقطت. طبعا باقي 3 ديال الآليات هما معنا كنستهدفوهم حتى هما. شوف الصاروخ كيفاش كيهبط، شوف هبط كيمشي مباشرة. طبعا هذه صواريخ موجهة، شوف حتى هي طارت في السما. مزيان سيدي. طبعا طائرة الدرون راه كتبقى تحلق بشكل دائري على الهدف، فهي ما كتحلقش فوق مباشرة، كتحلق فوق الهدف بعيد عليه يعني. طبعا الدائرة هي كتحلق بشكل دائري، ولكن نقطة المركز هذاك هو الهدف. نشوفوا نستهدفوا هادي. تعرف تدمرت، باقي آلية وحدة ندمروها. طبعا الطائرة الدرون هذا نوع أمريكي، هذه طائرة درون أمريكية الصنع، كتعتبر صراحة من أفضل طائرات الدرون في العالم. طبعا كاين طائرات درون أخرى من صنع إسرائيلي، كاين أيضا صنع صيني، فهذو هما اللي معروفين. طبعا 3 دول هما اللي كتعتبروا عندهم الأفضلية في طائرات الدرون، طائرات الدرون أمريكية وإسرائيلية وصينية. كنظن هذا آخر صاروخ استهدفوا ديك بعض العناصر. كنظن صافي قضينا على كل شيء، قضينا على مقر ديال القيادة ديالهم وعلى أغلب العناصر ديالهم وعلى كل الآليات اللي كانوا كيمتلكوها. طبعا نقدروا نشاهدوا من الزاوية الأخرى، الزاوية ديال الهدف اللي صدناه. شوف المبنى مدمر بالكمال وأغلب العناصر تصابت. بقاو غير 2 ولا 3 وبيدو ما عارفين شي، ما يقدروش يشاهدوا هذه طائرة الدرون. طائرة الدرون صراحة صعيب يشاهدوها لأنها كتحلق علو مرتفع جدا، ولكن أنا نقدر نجبد هذا بلاتي. راهي فيني. شوف بعيدة، حتى الصوت ما تقدرش تسمع على الصوت ديالها. طبعا ملي كتكون بعيدة لأن ما عندهاش محرك نفاث، هذه هي الامتيازات ديالها. طبعا اذا كانت كتحلق بواحد العلو منخفض طبعا تقدر تسمع الصوت ديالها. المهم الطائره رجعت للقاعده ديالها بسلام بعد ما ادت المهمه ديالها. المهمه تمت بنجاح الحمد لله. وهذا هو الروتين ديال سلاح الجو الملكي المغربي. فاي هدف كيرصدوه اللي كيشكل خطر او تهديد على الجدار الدفاعي الرملي او على المصالح ديال المملكه المغربية فكيصيفطوا لهم واحد الدرون كتقوم بالمهمه ديالها وكترجع بسلام كما شاهدتوا الان. ها هي طائرة الدرون وصلت بسلام، تبارك الله عليها. المهم تحياتي لكم، وكنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو البسيط. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.